إلى كل من فقد عزيز على قلبه، صدقني يا عزيزي، ما سأرويه عليك الآن أكثر إلاما من الإحساس الذي سيصلك. بتاريخ 27/10/2016 تحديدا، منزل والدي عليه رحمة الله، الساعة 8:30 مساء، دار هذا الحوار. مساء الخير يا بابا، أنا نازل تحت عشان أجيب آدم وحور. طيب يا حمادة يا ابني، خدني معاك عشان أنزل أسلم على آدم وحور وأسلم على خالتك وأتسلى معاكم. حاضر يا بابا، تعالى. وفي الطريق دار هذا الحوار. يا ابني اقفل الشباك بتاعي شويه، الجو برد، وسوق على مهلك. توفيق الحكيم الله يرحمه كان دايما بيقول للسواق بتاعه: يا اسطى محمد، سوق على مهلك، سوق على مهلك عشان انا مستعجل. واخذنا نتبادل الضحكات والقفشات ونتسامر الى ان وصلنا الى الجنينه. وفرح الاولاد بجد عبو كما كانت تناديه حور دوما: جد عبو. ومرت الساعات القليلة مع أبي في ذلك الوقت مرور البرق. وفي طريق العودة دار هذا الحوار. العودة كانت بداية الجحيم. أمطار غزيرة غزيرة كادت أن تفقدني السيطرة على السيارة ودركسون السيارة، بينما أتلفت بالفعل المساحة اليمنى. ودار هذا الحوار. خد بالك من نفسك يا حمادة وامشي كويس وسيبك من المساحة، أنا شايف الطريق. حاضر يا بابا، بس انت لازم تنزل معايا البيت، ما ينفعش اسيبك. لا يا ابني، روح انت البيت ونيم آدم وحور، وانا ان شاء الله تخف المطرة دي وحجيلك. وبالفعل ذهبت إلى شقتي بينما كان يساورني القلق. ليست هذه هي المرة الأولى التي يساورني فيها القلق على أسرتي وأبي وأمي وأخوتي، فقد اعتدت ذلك، ولكن هذه المرة كلفني قلق الكثير، كلفني حياة أعز الناس. وفي تمام الساعة 11:10 مساء أخبرتني جارتي بأن منسوب المياه قد ارتفع، وطلبت مني أن أتفادى السيارة وأن أنقذها ليتفادى خسارتها. وما إن ركبت السيارة يا سادة حتى اجتاحتني الأمطار من كل حدب وصوب، وظللت أسير بالسيارة لا أعرف إلى أين أسير، قد ارتفعت بي منسوب المياه ولا أعلم ماذا أفعل. فأدركني لودر من لوادر الإنقاذ، أخذني فركبت عليه وذهبت إلى وزوجتي وأولادي، ولم نستطع، فناديت على جاري، أتى بالمعول وحطم الشقة وأخرجنا لنخرج إلى الدور الأخير في العمارة. وأثناء ركودي في العمارة لم يكن يساورني إلا شيء واحد: أبي وأمي وأخوتي. ما الذي حدث؟ هذا يوم فظيع، فظيع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طوفان عارم، طوفان مخيف اجتاح بلدتي، أخذ يحطم كل ما يراه، نار وسيارات وبيوت ومنازل ودكاح. اليوم التالي حتى رأيتني أخوض في هذه المياه بكل ما أوتيت من قوة حتى أرى ما الذي حدث لأبي وأمي وإخوتي. ذهبت إليهم يا سادة فوجدت وحق لا إله إلا الله ما يشيب له الوجدان. رأيت أم ظلت عالقة في شجرة تصارع ما تبقى لها من حياة، وأب وإخوات ليس لهم وجود. استجمعت قواي وسألت: أبويا فين يا أمي؟ إخواتي فين يا أطام منزلها؟ مش عارفة يا ابني، كانوا هنا، معرفش راحوا فين، دور عليهم. وقد أصيب بنوبة عصبية لأن والده كان في يده وفلت من يديه. سألت الدكتور: أين أبي يا دكتور؟ فقال لي: إنه هناك في هذه المشرحة. ذهبت إليه وأنا مثقل الخطى، أجر أزيال الخيبة، ترتعد فرائسي وقدمي ويداي. دخلت على أبي فوجدته ورب الكعبة مبتسما. أغمضت العينين التي باتت تحرسني بكل حب ولهفة طوال العمر، وقبلت الرأس التي وضعت همي بداخلها حيا وميتا طول العمر، وربطت بيدي على هذه الكتف التي حملتني صغيرا وكبيرا طول العمر.
برغم كل شيء كتبته يا أبي ستبقى في قلبي أشياء أكبر وأعظم من أن تكتب. في رحاب الله يا أعز الناس.